بالنسبة لتاريخ بناء المعبد، طبعا اللي قام بنحت هذا المعبد هو الملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة في زمن الأسرة ال19. بنى معبدين هنا في أبو سمبل تحديدا، هو معبد أبو سمبل الكبير أو معبد الآلهة، ومعبد أبو سمبل الصغير أو معبد الملكة نفرتاري. الملك رمسيس بنى معبد الآلهة لثلاثة من آلهة مصرية كانت معروفة في الوقت ده، ألا هو الإله أمون رع، والإله رحور أختي، والإله بتاح. والمعبد الصغير عملوا تخليدا لذكرى الملكة نفرتاري، وده طبعا بيبرز مكانة الملكة نفرتاري عند الملك رمسيس الثاني، وعموما كانت بالنسبة للمجتمع المصري أو في مصر القديمة. بالنسبة للتخطيط المعماري بتاع المعبد، احنا قلنا طبعا معبد أبو سمبل بيتفرد بتخطيطه المعماري أو الطراز المعماري بتاعه إن هو منحوت بالكامل في صخر الجبل، بداية من واجهة المعبد اللي بيكون ارتفاعها حوالي 33 متر وصولا لقدس الأقداس اللي فيه تماثيل الآلهة. بالنسبة لواجهة المعبد بترتفع عن الأرض حوالي 33 متر، وبيتقدم الواجهة 4 تماثيل بتمثل الملك رمسيس الثاني وهو جالس على العرش في الوضع التقليدي، وفي المنتصف بين التماثيل بنلاقي في نيشة بتمثل الإله رحور أختي، أحد الآلهة الرئيسية في المعبد. هنشوف برضو في تماثيل صغيرة على يسار وعلى يمين وبين أرجل الملك، والتماثيل دي بتمثل أفراد الأسرة الملكية، أبنائه وبناته والملكة نفرتاري زوجته والملكة تويا أم الملك رمسيس الثاني. احنا حاليا طبعا امام مواجهه المعبد اللي بيتقدمها زي ما قلنا 4 تماثيل بتمثل الملك رمسيس الثاني، بالاضافه لتماثيل اصغر في الحجم هي بتمثل العائله الملكيه للملك رمسيس الثاني. بعدين في تماثيل اللي هي على الشرفه او على حافه الواجهه، ودي بتمثل الملك رمسيس والصقر حورس. بعدين لو بصينا في اعلى الواجهه هنلاقي تماثيل بتمثل قردة البابون اللي هو كان برضو أحد رموز عبادة الشمس، طبعا لأن المعبد بالكامل هو مرتبط بعبادة الشمس، فبتكون برضو التماثيل الممثلة على الواجهة لها علاقة بإله الشمس، واللي بيمثلها برضو أو أحد رموزها قرد البابون. لو دخلنا للمعبد هنشوف طبعا الصالات الداخلية للمعبد. هنشوف صالة الأعمدة الكبرى، يليها صالة الأعمدة الصغرى، ثم الصالة المستعرضة وقدس الأقداس، بالإضافة إلى الغرف الجانبية. وكان لكل جزء من هذه الأماكن في المعبد طبعا كان غرض في العبادة وفي الطقوس اللي بتقام داخل المعبد. لو بدأنا بصالة الأعمدة الكبرى اللي هي بتمثل أو المكان اللي كان مخصص لعامة الشعب، وهو كان أكبر في الحجم عشان يستوعب الطبقة الكبيرة من الناس. بنلاقي برضو المناظر اللي بتمثل أو الموجودة على جدران هذه الصالة، مناظر تمثل أمجاد الإمبراطورية وحروب الملك وفتوحاته في البلدان المجاورة. بعد كده بندخل لصالة الأعمدة الصغرى اللي كانت أصغر في الحجم، بيستند سقفها على 4 أعمدة 2 من كل جانب، وهنلاقي المناظر اختلفت موضوعاتها في هذه الصالة، بتمثل طبعا طبقة أعلى من الناس، وهنلاقي المناظر نفسها موضوعاتها اختلفت. مفيش يعني تقريبا مناظر بتمثل حروب الملك، إنما كلها مناظر دينية، علاقة الملك بالآلهة الأخرى، وهو بيقوم بتقديم القرابين، وهو بيتم احتضانه من قبل بعض الآلهة. وبرضه في مناظر للملكة نفرتاري وهي بتقوم بتقديم القرابين خلف الملك رمسيس الثاني. لو بصينا على الطرف الشمالي من واجهة المعبد هنلاقي في مقصورة
صغيرة، والمقصورة دي كانت مخصصة لإله الشمس رع، أو بنسميها مقصورة الشمس. المقصورة في الداخل كان بيوجد بها بعض العناصر اللي برضه مرتبطة بعبادة الشمس، زي في مسلة وفي قردة بابون وفي مقصورة خبر. الآن كل القطع دي موجودة في متحف النوبة، تم عرضها، لكن كانت موجودة في الأصل في هذه المقصورة. بعد كده بنشوف طبعا الشرفة الخاصة بالمعبد أو تماثيل الشرفة. هنلاقي تماثيل للملك رمسيس الثاني في الوضع الأوزيري، وفي تماثيل أخرى للإله حورس أو الصقر حورس. هنلاقي بعض الكتابات برضو الرحالة، أو آسف بعض في البداية قبل الرحالة كان في الجنود المرتزقة اللي كانوا زمن بسمتيك، لما كانوا في حملة للجنوب سابوا جرافيتي أو كتابات ليهم على ساق تمثال الملك رمسيس. أيضا برضو هنلاقي في جرافيتي للرحالة اللي كانوا إبان الثورة المهدية، أو كانوا في فترة الثورة اللي كانت في السودان، أو الصراعات اللي كانت في السودان في القرن ال18. هنلاقي بعض الجنود سابوا ليهم بعض الجرافيتي والمخربشات هنا. بالنسبة لواجهة المعبد، هي يعتبر أهم ما يميز معبد أبو سمبل. ونعرف إن واجهة معبد أبو سمبل مرسومة على العملة الورقية بتاعتنا اللي هو الجنيه الورقي.